وروحي أحرفي ولساني عربية حسبي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. المشاهدين والمشاهدات، مرحبا بكم وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم في شرف العربية الذي يأتيكم من قناة سلام الفضائية. وهذه الحلقة ستتناول قضية الأدب العربي في العصر العثماني. في الحلقة السابقة كان الحديث عن مكانة اللغة العربية في العصر العثماني. فليبدأ هذا العصر العثماني أي الدولة العثمانية منذ سقوط دولة المماليك عام 923 هجرية الموافق لعام 1517 ميلادي. وينتهي هذا العصر باستيلاء نابليون على مصر، هذه الحملة الفرنسية التي كانت على بلاد المسلمين عام 1213 هجرية الموافق لعام 1798 ميلادي. هذا فترة هذا العصر العثماني كان مزدهرا باللغة العربية ودفاعا عن الإسلام ومجاهدة للصليبيين المقول. فلقد درج كثير من الباحثين على وسم الأدب العربي في العصر العثماني وسائر العالم العربي في مصر وسائر العالم العربي بالانحطاط والتكلف كما وسموه في دولة المماليك. وكان المقصود هو التنقيص من درجة هؤلاء المماليك والزعماء الذين دافعوا عن الإسلام ونشروه بين العالمين. وهؤلاء زعموا أنه لا أثر للحياة فيه، أي الأدب العربي فيه جمود وفيه انحطاط وتكلف، وأنه لا أثر للحياة فيه، وأنه لا يستحق البحث والدرس، لأنه في تعسفهم خلا مما يصح أن يطلق عليه اسم الأدب. ولم ينجب من الشعراء من يستحق اسم الشاعر، يعني في هذين العصرين، عصر المماليك وعصر العثماني. وهم في ذلك يتابعون ادعاء هذا المؤرخ النصراني جورج زيدان، حيث قال أنه كان أدبا منحطا متكلفا. وهؤلاء المنساقون خلفه لم يكلفوا أنفسهم مؤنة البحث ولا مشقة التنقيب في دواوين الشعراء أو الآثار الأدبية المخطوطة أو جمع ما تناثر منها هنا أو هناك. فما أكثر الموضوعات التي تحتاج إلى الدرس والاستقصاء، وعندئذ يتبين خطأ الأحكام التي أصدرها هذا الباحث جورج زيدان وعجلة من تابعوه من الباحثين لتلك العجلة التي لا تعرف الإنصاف. وقد نبه الأستاذ محمد كيلاني إلى هذا الظلم، ظلم المماليك وظلم دولة العثمانيين، فانبرى بعد قراءة واسعة في المخطوطات الخاصة بأدب هذا العصر في مصر للزود عنه، وأصدر كتابه الأدب المصري في ظل الحكم العثماني، وكان ذلك سنة 1384 هجرية الموافق لعام 1965 ميلادي. هذا الكتاب صدر في هذا الزمن، ولكنه مع أهميته كتاب صغير درس فيه الأدب شعرا ونثرا يعد بداية طيبة. نعم، وهو دافع
عن هذا الهجوم الذي جاء به جورج زيدان ومن تبعه، فعدم وجود الأدب العربي في العصر العثماني. لكن هناك شعر أدبي جيد في هذا العصر، لأنه يعتبر من العصور الإسلامية التي اهتمت باللغة العربية والأدب العربي. إذن الفنون الشعرية في العصر العثماني في هذا العصر لا تكاد تختلف بواعث فن المديح عما كانت عليه. المديح هو فن من فنون الشعر العربي القديم، كانت عليه في العصر المملوكي قبل العثماني، دولة المماليك، وما سبق من عصور عربية. ففتوحات العثمانيين التي أوقفت الزحف الصليبي على المشرق الإسلامي ووصلت بالإسلام إلى عمق العالم الصليبي حازت على إعجاب الشعراء وجعلتهم يلهجون بنشر بطولاتهم وتمجيد صفاتهم. وكذلك حزيت أعمال الأمراء والوزراء وبعض رجال الدولة في الأمصار العربية إعجاب الشعراء، فعددوا مناقبهم وامتدحوا صفاتهم. لقد تغنى الشعراء ببطولات السلاطين العثمانيين وأثنوا عليهم وقرضوا صفاتهم. فمما قيل في مدح سلطان مراد بن سليم عندما فتح مدينة تبريز عام 993 هجرية، نشير إلى قصيدة ابن القاف الرومي، وهو من الروم ليس من العرب، ولكنه يجيد العربية ويجيد الشعر العربي، التي قال منها وهو يمدح، يقول الشاعر: فيا ملكا له كل الملوك غدت، تدين طوعا وتأتي وهي تعتذر، سر واملك الأرض والدنيا فأنت إذن اسكندر العصر قد وافى به الخضر، فيا لها نعمة آثار مفخرها كانت لدولته القراء تدخر، ظل الإله مراد الله قد شرفت به المنابر والتيجان والسرر، أجل من وطئ الغبراء من ملك بأمره سائر الأملاك تأتمر، بعزمه ظهر الفتح الذي عجزت عنه السلاطين قد أفنتهم العسر، ولو فاخرته ملوك الأرض قاطبة ما نالهم من معاني فخره العشر، هل يستوي الشمس والمصباح جنح دجى، ويستوي الجاريان البحر والنهر، بدا له في سماء المجد نور هدى، من دونه النيران الشمس والقمر، وأصبح الملك محروس الجناب وقد وافى به المسعدان القدر والقدر. هكذا تجلت قناعة الشاعر بممدوحه فيما رأيناه من إصراره على تأكيد معاني القوة والمنعة. إذن هذا فن من فنون المدح الذي كان في العصر العثماني أو السلطنة العثمانية. ومما مدح به السلطان محمد خان الرابع بعد افتتاح قلعة إيوار سنة 1074 هجرية، نذكر قصيدة من القصائد التي مدحه بها الشعراء، ومنها قصيدة الشاعر عبد اللطيف البهائي البعلي، أي من بعلبك. يقول الشاعر مادحا: ملك على في المجد أعلى رتبة، أفنت تكون له الثريا منزلة، تعنو ملوك الأرض قاطبة له
أبدا وتسعى خيفة وتذللا، تخشى سطاه الأسد في آجامها، فتذوب منه تضاؤلا وتغلغلا، قسما بطلعته آلية صادق، في حلفه بر اليمين إذا ائتله، لم تسمح الأيام قط بمثله، ملك تعمم بالتقى وتسربله، لم يحصي مادحه جميل صفاته، كلا ولا أفنى القريض تسلسله، لم يأل جهدا في الجهاد ولم يزل يسعى بإرسال الجيوش مكملا، في نصرة الدين المبين مجاهدا، برا وبحرا للعساكر مرسلا. هذا القريد، هذا الشعر الجميل كان في هذا العصر العثماني الذي اتهم بالانحطاط والانحسار. وكذلك نجد مما قاله الشعراء في تخليد بطولات الجيش العثماني ومدح الوزراء والقادة، نذكر قول الشاعر قطب الدين المكي في مدح الوزير سنان باشا، لأنه أعاد الأمن والاستقرار لليمن. يقول الشاعر: لك الحمد يا مولاي في السر والجهر، على عزة الإسلام والفتح والنصر، كذا فليكن فتح البلاد إذا سعت له الهمم العليا إلى شرف الذكر، جنود رمت من كوكبين خيامها، وآخرها بالنيل من شاطئ مصر، تجر من الأبطال كل غضنفر، بصارمه يسطو على مفرق الدهر، عساكر سلطان الزمان مليكنا، خليفة هذا العصر في البر والبحر، حمى حوزة الدين الحنيفي بالقنا، وبيض المواضي والمثقفة السمر. هكذا يصفون هؤلاء الجنود الأبطال القادة بأنهم حوزة الدين وحامين للإسلام. وكذلك بعد أن وصفه وجيشه بالشجاعة والغيرة على الإسلام وبلاد المسلمين، امتدح الشاعر نفسه رجاحة عقله وبعد نظره، ويقول ويصفه، أي يصف سنان باشا بيوسف الصديق عليه السلام، فقال: وزير عظيم الشأن ثاقب رأيه، يجهز في آن جيوشا من الفكر، سنان عزيز القدر يوسف عصره، ألم تره في مصر أحكامه تجري، وهل تطمع الأعداء في ملك تبع، وتأخذه من آل عثمان بالمكر. هكذا يصف هذا الرجل بالوصف بصديق يوسف الصديق عليه السلام. ونجد الشاعر القائد شرف الدين أحمد بن يحيى قد أشاد بجيشه وقادة جنده، فقال: وجحافل مثل الجبال تلاطمت أمواجهن بكل أصيد أغلب. إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم. عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، عربية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدي الأعزاء، نواصل فيما انقطع عن حديث الأدب العربي في العصر العثماني، ونأتي إلى الفن الثاني من فنون الشعر العربي، وهو الفخر والحماسة. وقد تنوعت بواعث الشعر الفخر والحماسة في العصر العثماني، واستمر تدفقه مواكبا فتوحات جيش المسلمين.
هذا العصر كان فيه فتوحات كبيرة للمسلمين، لذلك كل الأشعار التي كانت سواء في المدح أو الحماسة والفخر كلها كانت على المجاهدين والجنود القادة الذين يقودون هذه الجيوش ويفتحون البلدان. واستمر تدفقه مواكبا فتوحات جيش المسلمين وانتصاراته، يحض على الانتصار للإسلام ويمجد التصدي لأعداء الدين من المشركين والصليبيين، ويثير نخوة السلاطين. وقد واكب الشعراء فتوحات العثمانيين شرقا وغربا، وأورثونا كما هائلا من شعر الفخر والحماسة. فمن قصيدة طويلة قالها فيض الله ابن أحمد القاف عندما فتح السلطان مراد ابن سليم مدينة تبريز، يقول الشاعر: أتت إليهم جيوش الروم يقدمها، من بأسها المنذران الخوف والحذر، وعندما اقترب الجيش العرمرم من تبريز، ثم بدا في ذاتهم خور، فشجعوا أنفسا منهم قد امتلأت جبنا وقد طاشت الأحلام والفكر، ظنوا بأن الليالي نحوهم نظرت، فأخطأ الظن لما أخطأ النظر، وأملوا سحرا من ليل كربهم، فلم يكن لدجى أوصابهم سحر، لما رأى بأسنا حمر الرؤوس إذا فروا كما فر من أسد الشرى الحمر، قلوبهم خشيت أبصارهم عميت، شاهت وجوههم خوفا وقد خسروا، سطوا بهم فتراهم ذا يفر، وذا عان أسير وذا في الترب منعفر، والنقع ليل بهيم لا نجوم به، تلوح للعين إلا البيض والسمر، فالبيض في يدهم صارت سوالجه، والأرؤس الحمر فيما بينهم أكروا. هكذا يفتخر الشاعر بقوة الجيش العثماني وكثرة عدده، ويخص أبناء عرقه الروم بقوة البأس، يعني الروم المسلمين بقوة البأس وكل صفات الشجاعة. وكذلك فخر عبد اللطيف ابن بهاء البعلي أي بعلبكي بجيش المسلمين عند فتح السلطان محمد خان الرابع قلعة إيوار. يقول الشاعر: بالفتح زاد الدين عزا واعتله، والله أعظم منة وتفضله، بالنصر أنجز وعده سبحانه، وأعز جند المسلمين أولي الوله، هبوا كما هب النسيم إذا سرى، يقتص عرض الأرض منها والفلا، في جحفل ستروا البسيطة كثرة، لم تلف مثلهم النواذر جحفلا، أربوا على التعداد حسرا واعتلوا، من حيث لا أدري أواخرهم ولا، وكأن وجه الأرض حلقة خاتم بهم، وماء البحر قطر أسبل، ثبتوا ثبات الراسيات تصبرا، من يلتقيهم يلقى منهم أجبلة، شاك السلاح بكل أبيض مخدم، ما شيم إلا قد أصاب المقتلة، حتى إذا حمي الوطيس لدى الوغى، لم تلق إلا باسلا مستبسلة، أنفت سيوفهم الغموض، فلا ترى إلا سقيلا في نجيع أنهلا، سالت به البطحاء حتى لا ترى طرفا بغير دم الرقاب محجلا، من كل علج ذاهل عن نفسه، إذ لا يرى منأى ولا متحولا، ملأ اللعين مخافة
ملئ اللعين مخافة لما رأى في الحرب شدتهم وزاد تزلزلا، فغدا ينادي حسرة وتأسفا يا ويلتاه العمر ضاع سبهللا. هكذا بدأ الشاعر فخره بإظهار أثر هذا الفتح في نصرة الدين. وقد التقت معاني الشعر الذي قاله الشعراء في الفخر بانتصارات جيش المسلمين حول الحديث عن فضل الله تعالى على المسلمين وتوفيقهم له في إحراز النصر والمباهاة بتفوق الإسلام على ملة الكفر، ثم الفخر بقوة جيش المسلمين. وشعراء اليمن وشبه الجزيرة العربية. ونكتفي في هذا المقام بالإشارة إلى قصيدة حسين بن غنام التي يقول في مطلعها: كشف الحق ظلمة الأغلاس ومحى الدين جملة الأوجاس. وكذلك قصيدة التي يستهلها بقوله: تلألأ نور الحق وانسدع الفجر وديجور ليل الشرك مزقه الطهر. كذلك افتخر العديد من الشعراء بقادة جند المسلمين وتقنوا ببطولاتهم وحنكتهم في مواجهة الأعداء. من ذلك قول علي بن نشوان ابن سعيد الحميري بلسان حال الإمام المنصور بالله ابن محمد صاحب اليمن مفتخرا ببطولاته وانتصاراته، يقول الشاعر: وكتيبة موصولة بكتيبة تختال في حلق الحديد المدبج وتطيب بعجاج نقع ثائر ودم لأثواب الكمى مدرج. ولقد شهدت الخيل تقرع بالقنا في حافز نجد الوغى متوهج. ولقد شهدت الليل حتى خلت ما أيقنت منه كالقميص المدمج. ولقد دخلت على السباع وجارها وولجت غيل دراقم لم تولج. والشمس في وسط السماء مظلة والجو أقيم بالعجاج المرهج. وهكذا. ومثل هذا الفخر شعر ابن عثيمين في فتح حائل، ومنه قوله مباهيا بقوة الجيش والقائد، أي الجيش جيش السلطنة العثمانية. يقول الشاعر: ويوم كسوت الجو فيها قساطلة أعاد النهار المشرق النور مظلمة ملأت من الأسماع رعدا سماءه على كل باغ قد طغى يمطر الدم فما تنطق الأسياف إلا تصلصلا ولا تنطق الأبطال إلا تغمغما وقد خدجت فيه الجياد مهارها وعاد كميت اللون منها مسوما ولم يعرف الناعي الحميم حميمه قد رآه بالغبار ملثما فإن أسحروا فالخيل غيد شريدهم فإن حصنوا ذابوا لحوما وأعظما أغمت به عرش الهدى بعدما هوى وقومته بالبيض حتى تقوما. هكذا فن الفخر والحماسة في العصر العثماني. هكذا بهذا الشعر الجميل كان الشعراء يقرضون في هذا العصر. وهنالك أيضا الحكم والأمثال، وهي من فنون الشعر العربي. وقد اتكأ بعض الشعراء على الحكم والأمثال لاستنهاض الهمم واستثارة حماسة القادة وجند المسلمين. ومن ذلك قول أحمد بن شرف يقول: وأنى يحوط الملك إلا سميدع يخوض لظى الهيجاء ليس بهائب ولا دين إلا بالجهاد قوامه
ولا أمن إلا بعد عدل القواضب، ولا مجد إلا بالشجاعة والندى، وجر العوالي فوق مجرى السلاهب، فكيف تنام العين منك عن العدا، وقد أوقدوا للحرب نار الحباحب، فبالبيض مع سمر القنا تدرك المنى، وبالجود والإقدام نيل المطالب. ومن شعر استنهاض الهمم نذكر أيضا قصيدة إبراهيم بن صالح المهتدي التي يحث فيها إمام اليمن، ويقول في هذه القصيدة: أبى الله والدين الحنيف وصارم، على عاتق الإسلام منه نجاد، ويأبى أمير المؤمنين وبعثه، وفي الثقر والرأي السديد سداده، فيا أيها المولى الخليفة عزمة، فقد شاب فوض واستطار فؤاده، فلا تبري أقلاما سوى من لهائم، لها من دماء المارقين مداد، ولا كتبا إلا الكتائب والظبا، ولا رسلا إلا قنا وجياد. هكذا نرى هذا الفن، فن الغزل في هذا العصر، عصر العثماني، أي السلطنة العثمانية الإسلامية التي جاهدت وناضلت ونشرت الإسلام في ربوع العالم كله. وإلى لقاء آخر، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عربية حسبي بأنك منطقي وبياني، عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، عربي